هو في حاجه كده ضحكتني بصراحه. سواقين التاكس عاملين وقفه احتجاجيه ضد اوبر وكريم. اللي ما يعرفش يا جماعه، اوبر وكريم دول برنامجين على الموبايل بتقدر تجيب بيهم عربيه ليموزين، وبتبقى ماشيه بعداد على الموبايل، العداد مظبوط جدا، و ما اعتقدش ان في حد اشتكى منهم. ما علينا. سواقين بقى، المضحك ان سواقين التاكس الابيض كاتبين ايه بقى؟ بيقولوا نحن نحتج على شركتي كريم واوبر لانهم بيتم تشغيل السيارات الملاكي على انهم تاكسي، وهذا مخالف قانوني لانهم عربيات ملاكي وليست اجره عن طريق الهواتف الذكيه وهذا تم تاثيره بالسلب على حقوق سائقي التاكسي سيارات التاكسي، ونطالب بوقف فوري لهذه الشركات. طيب يا فندم، حضرتك دلوقتي خلينا نتكلم بكل وضوح. انا دلوقتي واحد من الناس اللي ما بيركبش غير تاكسي، انا بركب تاكسي بقالي 25 سنه. حضرتك انا عدى عليا سواقين بعدد شعر راسي، انا شفت العجب مع سواقين التاكسي. هقول 95% من سواقين التاكسي في حاجه لازم تكون بايظه في العربيه، لازم يكون العداد بايظ، لازم يكون العداد ملعوب فيه، لازم يكون العداد معرفش معمول بيه ايه. ما فرقتوش كتير عن سواقين الميكروباص. محترمه جدا، انا قابلت ناس محترمه جدا، وكل واحد انا قابلته بكتب موبايله عندي وبكتب اسمه عشان ابقى بكلمه بعد كده. للاسف انا 3/4 السواقين اللي انا ركبت معاهم عداداتهم بايظه. جانب في حاجات كتيره جدا. اولا انت ما بتشغلش عداد. العداد دايما لازم يكون ملعوب فيه، يعد بعد 600 متر، يا بيعد بعد 700 متر، يا بيعد بعد 800 متر. كل واحد ليه دماغه. مره بيعد بعد 30 ثانيه، مره يعد بعد 40 ثانيه، مره الانتظار شغال عمال على بطال، بتشغل لي العداد اللي هو معرفش السياحي، مره معرفش ايه. حضرتك ما بتقفليش اصلا. انت بتقدم خدمه، بتاخد مقابلها فلوس. يعني انت مش بتقدم لي الخدمه دي ببلاش. انت اصلا ما بتقفليش، ده انت بتنقي كمان. يعني انت بتنقي انت رايح فين، وبتنقي انت هتنزلني فين، وبتنقي انت هتاخد انهي طريق، انت بتنقي كل حاجه. يعني انا ماليش لازمه. شغاليش لا تكييف، عربيه مش نظيفه، بتشرب سجاير في العربيه، العربيه محكعه. حتى العربيات الجديده العربيات محكعه. ابقى هتجنن، عايز اروح مشوار واجي اوقف واحد ما يرضاش عشان الدنيا زحمه، يقول لك الشارع مكسر، لا انا ما بخشش جوه. وبعدين مثلا من ضمن الحاجات اللي تضحك جدا، تيجي تروح مشوار طويل يقول لك انا هاخد المشوار رايح جاي، هحاسبك رايح جاي، اصل انا برجع فاضي. انا مالي حضرتك بترجع فاضي ولا بترجع مليان؟ يعني انا مالي؟ طب افرض حضرتك رجعت مليان، هتترجع لي الفلوس ولا ايه؟ يعني الفلوس اللي انت بقى اخدتها بقى، يا ربنا رزقك بواحد، هترجعها لي؟ الكلام اللي انتوا بتعملوه سبحان الله، يعني من اعمالكم سلط عليكم. يعني ربنا رزق الناس بحاجتين او بشركتين الناس مبسوطه جدا بيهم. انا واحد اللي بطلت بصراحه ركوب تاكسي بقالي سنه، داخل اهو في سنه ثانوي، بركب على طول اوبر، يا اما شويه كريم. الشركتين لحد ما كويسين جدا، الناس اللي فيهم كويسه جدا. 95% من الناس كويسه، مش 95% من الناس وحشه. بس عندها اوريدي ممكن تكون بتشوف شغلها الصبح، وبتشتغل بتساعد الناس بالليل، ما بيتنكوش، ما يقولكش لا انا هروح انا هاخد، بيشغل عداد. في سيستم قايم. للاسف انتوا عاملين وقفه. انا ما اعرفش الوقفه دي انتوا عاملينها ليه. المفروض احنا الناس اللي بتركب هي اللي تعمل وقفه ضد سواقين التاكسي وضد جشع سواقين التاكسي. انتوا ناس جشعه مع الاسف الشديد، وانا بقولها مع الاسف الشديد، ومش عايز برضو اجمع على كل الناس، لان في ناس فعلا كويسه وناس غلابه جدا بتشوف شغلها. انا ركبت مع كذا شخصيه احترام شديد، لدرجه ان انا بديهم فلوس زياده وبقول له وانا نازل من التاكس، حضرتك مفيش منك كتير. انا معرفش انتوا عاملين وقفه على ايه مع الاسف.